السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على حسب ما عرف بالماضي في وقته اوتونكو جوار يروح للفيفا. انا تعاملت معاه اوتونكو تريزوري. كما راكم شفتوا هذه المقدمة، هذا الفيديو راح نخصه للرسالة تاع جمال بالماضي المدرب السابق للمنتخب الوطني. كاينة رسالة راح تدور في وسائل التواصل الاجتماعي من 3 صفحات مؤرخة في 15 فبراير، يقول بأنه وجهها للأمة الجزائرية وللمسؤولين على كرة القدم في نفس الوقت. أنا شفت وقريت عدة تحليلات وشفتها بأنها تحليلات سطحية. لماذا بالماضي اختار هذا الوقت بالذات باش يمد هذه الرسالة للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذه الرسالة في شهر فبراير يقال بأنه ارسلها لوكالة الأنباء الجزائرية. وتعرفوا وكالة الأنباء الجزائرية هي مؤسسة عمومية، هي تنشر الخبر أو توزعه على المؤسسات الإعلامية من قنوات تلفزيونية، إذاعية، جرائد وما إلى ذلك. ولكن بالماضي نسى حاجة، أحد الجملة يقول فيها جمال بالماضي في هذه الرسالة بأن المشكلة نتاعو مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لم تحترم القوانين. هذه كلمة لم تحترم القانون يلزم نديروا تحتها عدة خطوط حمراء. لماذا؟ هو يعرف بأن وكالة الأنباء الجزائرية مؤسسة عمومية، وهو لما كان على رأس المنتخب الوطني اعفس على القانون. إذا كانت وكالة الأنباء الجزائرية مؤسسة عمومية، التلفزيون العمومي الجزائر أيضا مؤسسة عمومية. مؤسسة التلفزيون العمومي في وقت بالماضي كان عندها اتفاقية مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكان التلفزيون العمومي هو الراعي الرسمي نتاع المنتخب الوطني ونتاع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. كاين عقد بيناتهم، في هذاك العقد دايرين عدة نقاط، من بينها سفريات نتاع المنتخب الوطني دائما يرافق المنتخب الوطني صحفي ومصور تلفزيوني يكونوا مع المنتخب الوطني في نفس الطائرة. وكاين تصريحات اللي الناخب الوطني ملزم باش يدلي بها للتلفزيون العمومي فقط، لأن التلفزيون العمومي راه يمد أموال هذه الاتحادية، وهذه الاتحادية هذه الأموال راه يتخلص بها من الناخب الوطني. ولكن جمال بالماضي على جال كلمة قالها الصحفي تاع التلفزيون العمومي، نهار جمال بالماضي قال بأن العشب الطبيعي غير صالح، صحفي التلفزيون العمومي قال أرضية ملعب مصطفى تشاكر في أبها حلة. على جال هذه الكلمة اللي قالها صحفي التلفزيون، جمال بالماضي واش دار؟ منع الصحفيين تاع التلفزيون باش يصعدوا في الطائرة، وقاطع التلفزيون العمومي، وبدا تصريحات يمدها لقنوات أخرى اللي ما عندها حتى علاقة بالاتحادية ولا بالمنتخب الوطني. هذا كيفاش تسميه يا سي جمال؟ أليس هذا تعدي على القانون؟ لو كان في بلد آخر اسكو تمنع التلفزيون العمومي تاع بلد آخر باش يطلعوا في نفس الطائرة؟ التلفزيون العمومي تاع الدولة الجزائرية، والصحفيين خدامين في التلفزيون تاع الدولة الجزائرية، والمنتخب الوطني تاع الجزائر، والطائران تاع الدولة الجزائرية، وكاين عقود وكاين اتفاقيات وكاين قوانين. ولكن انت عفست على القانون، واليوم كي غلقت عليك الابواب تجي لوكالة الانباء الجزائرية تعطي لهم رسالة باش يمدوها للقنوات ويمدوها للصحافة باش ينشروها. انت تتكلم على عدم احترام الاتحادية للقوانين، وانت لما كنت مدرب بالمنتخب الوطني استغليت الضعف نتاع المسؤولين على كرة القدم الجزائرية وكنت تعفس على القوانين ولا واحد كان يحاسبك. ومن هنا نعود لماذا اختار جمال بالماضي هذا الوقت ومد هذا الرسالة للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي باش ينشروها ويقراها الشعب الجزائري. بالماضي اتفق مع نادي الدحيل القطري باش يبدا يدرب فيهم بداية من الموسم القادم، وهو يعرف يدرب غير في قطر. هذه ماشي أنا نقول فيها، الواقع يقول. كاين بعض العاطفيين يقول لك بأنه مدرب عالمي. أنا نعرف المدربين العالميين يدربوا في أكبر الأندية وأكبر المنتخبات في العالم. مدرب عالمي ماشي من قطر ما يخرج. نادي الدحيل واش طلبوا من جمال بالماضي؟ قالوا له هل فسخت العقد نتاعك مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم؟ لأنك إذا مازال ما فسختش العقد ما تقدرش تدرب عندنا. داروا أمام الأمر الواقع، يا تفسخ العقد نتاعك معهم يا تمشي للفيفا تشتكي بهم. إذا اليوم جمال بالماضي واش راه يدير؟ هو ذكي حيلي بزاف، راه يمهد ويحضر في الشعب الجزائري باش يمشي يشتكي للفيفا. عن قريب هذه الرسالة تدل على أنه ماشي للفيفا. وعلى هذا كان لي اتصال مع شخص اللي يعرف جمال بالماضي مليح وتعامل معاه لما كان لاعب، تعامل معاه في قضية الأموال
جمال بالماضي هدر له على كلش غير الدراهم لا، لانه هو كي يهدر وكانه كان داير مزيه في الجزائر، ولكن الجزائر هي اللي كان دايره فيه مزيه، لان الصالير اللي داه جمال بالماضي ما داه حتى مدرب من قبل ولا الان ولا في المستقبل. جمال بالماضي اللي يتحدث على الوطن والوطنيه، الوطن والوطنيه خليهم بجيه. هدرنا على كره القدم. انا اتصلت بهذا الشخص علاني عبد الرحمن المدعو مانو، هذا تعامل مع جمال بالماضي لما كان لاعب في المنتخب الوطني، يعرفه مليح. هذا تعامل معاه بالاموال. هذا كان عضو في المكتب الفيدرالي تاع محمد ذيابي عليه رحمه الله، لما كان محمد ذيابي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكان عضو في المكتب الفيدرالي لما كان عمر كزال عليه رحمه الله رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ومع الزوج رؤساء هذو كانوا هو اللي كان مكلف بالماليه، هو اللي كان تريزوري تاع لا فيدراسيون، يعني هو اللي كان يخلص جمال بالماضي لما كان لاعب. اسمعوا واش يقول علاني عبد الرحمن على جمال بالماضي. انا نظن على حسب ما عرفت بالماضي في وقته اوتون كو جوار يروح للفيفا، راهو يلي اون تران دو غاني دي طون، مي يروح للفيفا. انا تعاملت معاه اوتون كو تريزوري، شفتو كان يجي للجزائر لهنا، يجي لعندنا للبيرو، كان يجيب لي بون تاع الطاكسي، تاع لي طاكسي تاع فرنسا باش نخلصو، ويجيب لنا مام تيكيات تاع المترو وانا كنت نخلصهم له. انا اوتون كو تريزوري كنت نخلصهم له. جو بونس با كيف ما يروحش للفيفا بالفرون فرونسي، ان فرون 20 ولا تاع التيكي تاع المترو، ويجيب لنا مام لي بون تاع الطاكسي اون فرون فرونسي، يخلصهم كي يجي من الدار تاعو حتى للمطار ولا الاخر نخلصوهم له هنايا. انا على حسب المعامله تاعي وعلى حسب شفتو كي كان يلعب والاخر وقعيتينا يروح للفيفا يشكي بالفيدراسيون، على حسب لا مونطاليتي تاعو يروح. واحد 200 دينار تاعنا، جي با تروفي لو مو باش نقول لك. العقليه تاعو الي تري ديور في الهضره تاعو ولا في المعامله مع الناس. ولا انا نحكي لكم انيكدوت. كان عندنا إيغيل مع بيغولا الله يذكرهم على خير، رحنا للبريمير سيليكسيون تاع بن عربيه في ليون، راحوا داروا ستاج تاع 4 جور في ماتيك، جاب بن عربيه لا بريمير سيليكسيون تاعو، ومن بعد كان جور ابري لعبنا في عنابه، كي ما رابيل با مع من لعبنا. كي رحنا للوتيل تاع في الحجار، رحت انا باش نعطي نخلص لهم الاخر كاع، قال لي ولي زانديمنيتي تاع الستاج تاعنا تاع ليون على ما عطيتهم الناس وقاعدين. هذا بالماضي ولي انت هوني قال لي قدام صحابه وكاع، الاخرين ما كاش كاع اللي يهدر عليهم، ولا قال لك لي زانديمنيتي تاوعي على ما عطيتهمنيش. عاودنا درنا الحسابات وكاع، عطينا لهم كاع لي زانديمنيتي تاعهم، تسمى سي لو بيكول تاعهم. راكم سمعتوا واش يقول سي عبد الرحمن علاني تريزوري تاع لا فيدراسيون اللي كان يتعامل مع جمال بالماضي. قال لكم جمال بالماضي يروح للفيفا ويشتكي بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. الرجل واثق من نفسه، راه عارف واش راه يقول، لانه يعرف مليح جمال بالماضي. هذا الناس اللي تقول بان جمال بالماضي وطني ويحب الوطن وما يروحش للفيفا، نشوفوا اليوم الى كلامكم صحيح ولا كلام هذا عبد الرحمن علاني. قال لك الحق وين؟ الطاكسي اللي تجيبه من داره للمطار لما كان لاعب 1 فرون فرونسي. هذاك الوقت ما كانش الاورو، كان الفرون فرونسي. الان فرون فرونسي كان يعادل هذاك الوقت 20,000 بدراهمنا، يعني 200 دينار. قال لك يقول للطاكسي يعطيني التيكي، ويعطي له التيكي، ويجيب ذاك التيكي ويجي لافيدراسيون ويقول لعلاني، يقول له خلص يعطيني دراهمي باش يعطي له هذيك الفاميل 20,000 ما كانش يسمح فيها. وكان يركب في المترو من داره للمطار في فرنسا نفس الشيء، يجيب التيكي تاع المترو باش يخلصوا له. قال لكم كيفاش هذا اللي كان يطمع في 20,000 اليوم يسمح في الملايير. اذا وين راهي الوطنيه؟ كاين حاجه ما حبش يفهمها هذا جبل من الماضي. انت مدرب فشلت، 2019 ديت كاس افريقيا ما كانش اللي يقدر ينحيك، ولكن اخفقت بعد ذلك في كاس افريقيا الامم، وزدت اخفقت في كاس افريقيا الامم اللي جايه بعدها. في هذه الرساله جبل من الماضي يتحدث على كاس العالم 2026، حب يزيد يقعد حتى المونديال 2026، ولكن لازم نديروا في بالنا باللي قبل مونديال 2026 كاينه كاس افريقيا للامم في المغرب. يعني ما كفاتش في 2 منافسات خرجت من الدور الاول وين ما قدرتش تحتل حتى المرتبه الثالثه، احتليت المرتبه الرابعه في دوره الكاميرون والمرتبه الرابعه في دوره كوت ديفوار.
لانك تهضر على المونديال 2026 كاس افريقيا راهي قبل من المونديال، تسمى راح نزيدوا نلعبوا كاس افريقيا، وانت زوج كاس افريقيا ما درت فيهم والو، كيف نزيدوا نعطوك الثالثه؟ تهضر لي على المونديال مازال بعيد. انت كي تقول تدينا لكاس العالم، واش نروحوا نديروا في كاس العالم؟ اسكو في كاس العالم تقدر تدينا للدور الثاني؟ او انت كاس افريقيا مرتين وانت تكلاسي الرابع في المجموعه نتاعك وما تقدرش تجوز الدور الثاني. هذه مع سيراليون وغينيا الاستوائيه وموريتانيا ما قدرتش تجوز للدور الثاني. انت غدوه لو كان نطيحوا مع اسبانيا ولا مع المانيا ولا تجوز الدور الثاني، ولا رايحين نحوسوا احنا في المونديال. ولا مدرب جزائري اشتكى بالمنتخب الوطني للفيفا. عبد الحميد كرمالي عليه رحمه الله، المدرب الوحيد اللي قدر يفوز بكاس افريقيا للامم على جونيور، كاس افريقيا الوحيده اللي فازت بها الجزائر في 1979 امام غينيا. عبد الحميد كرمالي فاز بكاس افريقيا الاولى في 1990، فاز بالكاس الافرو اسيويه اللي تلعبت بين بطل افريقيا في التسعين الجزائر وبطل اسيا منتخب ايران. كاس افريقيا اللي بعدها خرجنا من الدور الاول، عبد الحميد كرمالي لحق الجزائر حط لا ديميسيون ومشى. هذو هما الوطنيين. ربح سعدان ادانا الكاس العالم 2010 مقابله درمان تبقى في التاريخ. ورحنا لكاس العالم ولعبنا مع منتخبات كبيره، كي عاودنا ولينا الجزائر لعب مع تنزانيا تعادل في البليده، في ذيك الليله مشى، ما قال لا نروح للفيفا ولا عطوني دراهمي ولا والو. كرة القدم لازم تأمن بحاجة، نهار اللي تخفق لازم تروح. اليوم واش رانا نشوفوا مثلا في ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي مدرب عالمي كبير، ادى 46 لقب في مسيرته الكروية، 16 لقب كلاعب و30 لقب كمدرب، ما دربش في قطر. فاز مع ريال مدريد ب15 لقب، كأس إسبانيا مرتين، بطولة إسبانيا مرتين، السوبر الإسباني مرتين، رابطة أبطال أوروبا 3 مرات، السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، 15 لقب مع ريال مدريد. لكن لما أخفق هذا الموسم تربح. هذه هي كرة القدم. أنشيلوتي ما راهوش راح يروح للشوماج. منتخب البرازيل وما أدراك ما البرازيل 5 مرات بطلة العالم، راهم يستنوا فيه يفسخ العقد مع ريال مدريد باش يروح يدرب منتخب البرازيل. ولكن أنصار ريال مدريد ماهمش عاطفيين، ما بقاوش يبكوا. وحتى جمال بالماضي وين عجبني في هذه الرسالة نتاعو، وين يقول علينا بأننا الشعب عاطفي، قالها في الرسالة هاي أمامكم، هاي أمامكم، قال أمة عاطفية. صح نحكموا بالعاطفة رغم الفشل. الناس ما زالت اليوم تعبد في بالماضي ويقول لك بالماضي ما لقاوش خير منه. سيرج رومانو موش جزائري، موش وطني، سيرج رومانو إنسان فرنسي وعنده عقد كيما جمال بالماضي وقادر يروح للفيفا ويدي دراهمه كاملين، ولكن استعرف لأنه إنسان تاع كرة قدم. قال فشلنا الله غالب. قال الرئيس الاتحادية دير واش تحب، قال له نعطي لك 3 أشهر، قال له معليش، دا 3 أشهر ومشى وما هدر حتى كلمة. وراه التغني بالوطنية. سيرج رومانو وطني جزائري قادر يروح الفيفا يدي دراهمه كاملين ويمشي، ولكن الرجال اللي تعرف قيمة العمل تاعها، اللي يقدر يابوني معنا في القناة مرحبا به، واللي يقدر يبارطاجي لنا هذا الفيديو مرحبا به. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.